السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل الحاجات في العلاقات فن الملاحظة. يعني إيه بقى فن الملاحظة؟ إني ألاحظ كده بعناية وإحنا بنتعامل مع بعض. هو أنت بتحب إيه؟ هو أنت لما بتلبسي لون إيه بتبقي سعيدة وحاسة إنه لايق عليكي أكتر؟ هو أنت وشك بيفرح وينور في أنهي مواقف وبيقلب أو يقفل إمتى؟ هو إحنا لما بنقعد مع بعض أنت بتطلب إيه تاكله؟ أو هي بتطلب إيه تشربه؟ او لما بتبقوا بتلفوا هي في اي سوبر ماركت صغير كده او في اي بقالة، ايه الكراكيب اللي هي بتحب تشتريها؟ طيب، بنحب مين وبنتبسط قوي هو موجود؟ مين تقيل على قلبنا وجوده مزعج ومودي ما ببقاش براحتي وما ببقاش بتحرك يعني بطبيعتي؟ يا جماعة فن الملاحظة بيخلي الايام اسعد والعلاقات اسهل والتواصل مبهج. ببساطة هاديني بانك تعرفني، انا مش عايزه اكتر من كده. اعرفوا الناس اللي بتحبوهم بجد، اعرفوا زوجاتكم، اعرفوا ازواجكم. الفن ده بيقلل 50% من مشاكل الحياه. ومحدش يقول لي حمل، لان احنا بنعمله بخفه قوي وبلطف قوي في الحرام. ومحدش يقول لي هو تقيل في الحلال. كل السيناريو ان الحرام خفيف في لحظتها بس تقيل بقية عمرك. واحتمال يكون الحلال يعني بياخد منك شوية مجهود كده بس حلو في زي ما بيقولوا كده في الافتر تيست بتاعه فيما بعد، في علاقتك بالحد المهم ده وفي علاقتك برب العالمين وفي حسابك بتلاقيه خفيف قوي، بتؤجر عليه وتثاب عليه. فخدوا بالكم اللي انا بقوله لكم ده مش مع اي راجل معدي ولا مع اي ست معدية، ده مع حلالنا. فن الملاحظة في الحلال مع الاهل، الزوج، الزوجة، مع الصحاب، مع اخواتنا البنات، مع اخواتنا الشباب، مع بابانا، مع مامتنا. من نعم الله ان يكون حد من القريبين منك بيتقن فن الملاحظة، او على الاقل عنده نية يتعلمه. ساعدوا بعض، ساعدوا ولادكم وبناتكم حتى يبقوا مع صحابهم ومع زمايلهم في المدرسة ومع مدرساتهم بيجيدوا فن الملاحظة. لما يجي يقولك عايز اجيب هدية لزميلي، قول له هو بيحب ايه؟ معرفش. طب خد بالك، فكر ايه حاجة بيشتريها دايما من الكانتين، ايه لما بتبقوا مع بعض حاجة دايما بيتكلم عليها او نفسه فيها. هنا احنا بنحفز فن الملاحظة. فتطلع راجل عنده نظر وتطلعي بنت فهيمة. ربنا يسعدنا ويقوينا ويكرمنا بفن الملاحظة.